ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطالبة عدة بن كروب فاطمة من جمعية الشباب لولاية معسكر. كان لنا الشرف في تنشيط هذا الحفل وهذه المبادرة الجميلة للمكتب الوطني للخبراء القضائيين. وهذا الحفل اغتنم فرصة وعديدة من الفرص، منها تكريم عائلة المرحومين وكذا الأعضاء. والشكر الجزيل للأستاذ بوكتاب علي مولاي. بصفتي كخبير يشرفني أن لي شرف عظيم أن أحضر هذا اليوم، هذا اللقاء المبارك. وأشكر كما أتقدم بشكري إلى كل من ساهم في تحضير هذا اليوم، وأخص على رأسهم مكتب الخبراء لولاية معسكر. ونتمنى للجميع توفيق في المهنة إن شاء الله. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحن معكم من فندق المرابطون بولاية معسكر. كان لي الشرف كوني طالبة جامعية بولاية معسكر أن أنشط هذا الملتقى الوطني للخبراء القضائيين بوجود هذه القامات والسادة، وعسانا أن نكون قدرنا كل شخص ولم ننسى أي أحد. وفي مغمض هذا الحفل قد تم تكريم معظم الحاضرين، منهم عائلة المرحومين للخبراء القضائيين وأيضا أعضاء المكتب الوطني. والشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تم انعقاد الجمعية العامة العادية للمكتب الوطني لاتحاد الخبراء القضائيين بمدينة معسكر، مدينة الأمير عبد القادر ومدينة الأحرار ومدينة العلم. إذا كانت مناسبة طيبة في هذا اليوم لتكريم قدماء الخبراء، وعلى رأسهم المرحوم ميموني محمد الذي كان خبير قضائي منذ سنة 1945 إلى أن وفاته المنية سنة 1999 رحمة الله عليه. الخبراء الذين أحيلوا إلى التقاعد، كما تم تكريم أعضاء المكتب الوطني والعمداء الخبراء. واليوم سوف ينعقد اجتماع للمكتب الوطني الذي لجدول أعماله مختلف النقاط التي تهم الخبير القضائي، وعلى رأسها جدول الأتعاب ومختلفات من ما يعانيه الخبير. نشكر كل، ونشكر كذلك الأسرة الإعلامية وعلى رأسها القناة التي هي بصدد الحوار معنا، وهي مشكورة وشكرا.